السلام عليكم. جروب الخطبة تعود الشاعرة كريمة بيحييكم. أتمنى لكم كل خير يا رب. موضوع الحلقة النهاردة اسمه العيلة. لاحظنا في الآونة الأخيرة موضوع إن الأهالي أو الأمهات مش عايزة بنتها تسكن في بيت العيلة. طب الشباب ده يعمل إيه؟ مثلا واحد عنده شقة والده عاملها له، هل ينفع إن هو يتأجر بره؟ ما ينفعش. يعني بعد العمر ده كله الزوجة عايزة تفصله عن أهله. لو هو من الأول عنده شقة إيجار معلش، إنما مثلا الأب تعبان طول عمره عشان يلم شمل الأسرة وابنه يصبح عليه، ما فيهاش حاجة. أنت خايفة من خدمة الحما اعتبريها زي والدتك وهتكسبي فيها ثواب يا ستي. وخدمة الحما فضل مش أمر، لكن أنت تكسبي ثواب. في مثل عندنا قديم بيقول الحما دعوتها للسمع. يعني فعلا انت لما تخدمي حد بضمير ربنا هيبارك لك في صحتك وعافيتك. الحما ومهما كانت قاسية انت تتحملي. الدنيا ما بتدومش على حال، فاحنا نظن في الطرف الاخر، نظن فيهم الخير عشان الدنيا تمشي بخير. انما طالما ظننا السوء اكيد السوء هيبقى موجود. لازم